دلوقتي يا جماعه مدرب الزمالك خلع راجل له اسبابه الخاصه، اللي هي راجل ما بياخدش فلوس، راجل النادي ما بيوفرلوش لعيبه، رغم ان هم امبارح عضو مجلس اداره قبل ما جوميز يطلع يقول كده ان انا همشي وبتاع ومش عارف ايه. عضو مجلس الاداره طلع قال انه جوميز ده ابن من ابناء نادي الزمالك، وانه بيحاول يستغل الناشئين عشان يوفر للنادي فلوس بس طبعا طلع كل الكلام ده حشو. يعني الراجل ما بياخدش فلوس فمشي. العقبه هنا مش في كده، العقبه ان انا شفت السوشيال ميديا الزمالك النهارده كلها بتقول لك ان في حد مهربه، يعني في حد مهرب المدرب. طب يا عم، طب مين يعني اللي هيهربه؟ لا الاهلي قصدكم؟ يعني الاهلي؟ طب ماشي، الاهلي جامد كده يعني. احنا لو احنا جامدين كده يبقى الخطيب ده صراحه يتحط على الراس. ليه؟ لانه متغلغل جوه نادي الزمالك، بدليل انه متغلغل جوه الاداره ومخليها ما بتجيبش للمدرب الحاجه اللي هو عايزها. المدرب طلع قال اني ما بيدعموش الفرقه. طبعا احنا كاهلاويه عارفين ان هو الحوار ولا تدعيم ولا مش تدعيم. ده راجل بياخد في الزمالك 65,000 دولار، تمام؟ جاي له في السعوديه يعني بياخد 65,000 دولار وما بياخدهمش، هو كله على الورق يعني. هو جاله في السعوديه عقد ازيد، بكل تاكيد هروح في العقد الازيد يعني. وانا جامد يعني زحلقه هقعد يعني؟ ما مش هقعد اكيد، هخلع. في حين ان انا الناحيه الثانيه في الزمالك ما باخدش فلوس، فده الطبيعي. لكن ليه تصدر للجمهور ان الاهلي هو السبب في انه مشيان جوميز؟ يا عم ده يا ريت يقعد، ده هو واخد مني بطوله، واخد مني سوبر افريقي، انا واخد منه بطولتين، واخد منه كاس وسوبر. كاس السوبر مش بنفس قوه البطولتين التانيين، بس واخد منك بطوله. فما تحاولوش يا جماعه توصلوا للجمهور حاجه غلط. قولوا اللي ليكوا واللي عليكوا، قولوا ان انتوا مش قادرين تدوا للراجل فلوس، فدي كانت احد الاسباب. يعني مش كل حاجه الاهلي، ما هو لو الاهلي كده خلاص انتوا اخلعوا بقى واحنا احنا ندير الزمالك او نقفله. يعني ما مش كل حاجه تقولوا الاهلي، مش كل حاجه تقولوا الاهلي، مش كل حاجه تقولوا الاهلي. يعني خلوكوا واقعيين شويه. يعني اصل الاهلي والله الاهلي لو جامد كده ما هتبقى دي يعني ما هيبقى بالمنظر ده. يعني انا دلوقتي هخترقك ليه وهجيب عقد للمدرب بتاعك عشان ادائك الحلو؟ فين ادائك الحلو؟ فين؟ ده انت واكل ماتش في الدوري من المصري، متعادل مع انيمبا، في حين ان انت اصلا كنت كسبانها. يعني المدرب ما عرفش يدير الماتش كويس ان هو كمان يفضل مركبك الماتش. لا ده انتوا خسرتوا، ده انتوا تعادلتوا قصدي. ففين نتائجك الحلوه اللي انا ماشي بقى بيها جوزيه جوميز؟ بعدين ترجع تقول ايه؟ مدرب الاهلي بياخد بطولات وبياخد وما بيجيلوش عقود. لا بيجيله حبيبي، لا بيجيله، بس انت عندك استقرار. الناس دي بقى السويسريين بالذات بيحسبوها بالمنطق ده. انت دلوقتي يا عم عندك استقرار والدنيا
تمام، بتاخد مرتبك. حتى لو هروح السعوديه، اصل هو ممكن يروح السعوديه ما يوفقش، يمشي بعد 5-6 اشهر، يبقى هو خسر كده ايه الدنيا. وبعدين تعالى بقى احسبها في الاهلي، بياخد فلوس، بياخد بطولات، بطولات فيها مكافآت، بتبقى مثلا سكه مثلا 2-3 حسب الاتفاق. فهو مستفيد، بياخد بطولات وبياخد فلوس ومستقر، عايش في بلد جميله. لو فك 1000 لو فك $1000 هيبقوا كام؟ 50,000 جنيه ولا كام؟ $1000 $1000 ب50,000 جنيه. فروقان الروقان، اروح اروق حالي بيوم كذا يوم، فيعتبر عايش ببلاش في مصر. فما تحاولش توصل فكره ان المدرب بتاع الاهلي ما بيجيلوش، لا، مدرب الاهلي بيجيله عادي، مفيش مشكله، بس تترفض. هو بيرفضها. ومن كام يوم كان فعلا اتقال ان هو كان جاي له عقد في السعوديه وهو رفض. ايه المشكله؟ دوروا الباقي عليكم انتوا، دوروا الباقي عليكم انتوا. ليه هو بيضحي بيك؟ ليه بيضحي بيك؟ لانه مش شايف منك تقدير ماديا، انت ما بتديلوش. لو بتديله كان هيبقى الوضع غير الوضع. بس هي العمليه سهله، بس انتوا مش شايفينها.